يعني لما تعرفي ان الماعز هناك سعره 1700 جنيه والخروف هناك سعره 2000 جنيه، يعني باقل من 5 كيلو لحمه انت كده حليتي مشكلتك. واحلى ما في الموضوع بقى ان هم بيقولوا بكل ده عنك وانت قاعده في بيتك معززه مكرمه. هم بيعملوا كل حاجه، وكمان بيوثقوا لحظه الذبح بفيديو بيتبعت لك مخصوص في اسم الولد اللي هتعقي عنه او البنوته، وبيوثقوا لك اللحظه دي علشان خاطر انت تبقي واثقه ان الموضوع تم زي ما انت عايزه. وزي ما انت شايفه كده بيتم اطعام قرى كتير جدا، والاطعام ما بيكونش في قريه واحده بس، ده بيكون في اكتر من قريه، يعني هم كل يوم في مكان مختلف علشان يقدروا ان هم يوصلوا لاكبر عدد ممكن من القرى اللي محتاجه هناك. اما بقى بالنسبه للناس اللي هاجمتني وقالوا لي المصريين اولى والفقراء اللي هنا اولى، يا جماعه ما حدش منعكم ابدا من عمل الخير، احنا مش مناعين الخير لا سمح الله. اللي شايف حد جنبه محتاج ما يتاخرش عليه، واللي شايف انه يقدر ينفذ العقيقه في مصر بالاسعار دي ما يتاخرش وينفذها فورا. احنا بالفيديو ده حلينا مشكله لناس كتير. وعايزه انبه بس على حاجه مهمه جدا، انا ليه نزلت الفيديو ده تحديدا في التوقيت ده؟ انا قلت فرصه للناس اللي ما عملتش العقائق بتاعتها ومأجلها لحد دلوقتي، فرصه احنا في رمضان هنكسب يا جماعه ثوابين. اول ثواب ان انت هتعملي العقيقه بتاعتك وخلاص كده رهن ابنك او بنتك هيتفك، لان كل غلام مرتهن بعقيقته، وبكده انت الحمد لله السنه بتاعتك كده انت اديتيها على اكمل وجه. تاني حاجه بقى وهي ان انت هتستفيدي، لان احنا في شهر الخير وشهر رمضان، يعني ما شاء الله كده هتفطري صايم مسلم محتاج لحاجه زي كده، وحاجه زي كده رغم بساطتها هتفرحه جدا جدا. مش قادره اوصف لكم اليوم ده بيكون فارق معاهم قد ايه، لدرجه ان هم بمجرد ما بيسمعوا ان في اطعام ما في قريه ما ممكن يمشوا على رجليهم بال10 وبال15 كيلو علشان بس يروحوا يحصلوا على وجبه بسيطه زي اللي انتوا كنتوا شايفينها دي. وفعلا والله يا جماعه على قد ما كانت التجربه شاقه جدا، على قد ما كانت ممتعه جدا وسابت في نفسي اثر كبير جدا. والناس دي اللي كانت موجوده هناك دي هي السبب في الاثر اللي انا رجعت بيه من هناك. الناس دي عندها رضا انا مش لاقيه له تفسير لحد النهارده، راضيين بقضاء ربنا رغم العوز والاحتياج الشديد اللي هم فيه. وابسط حاجه نقدر نقدمها لهم ان احنا ندخل على قلب الناس دي الفرحه بان احنا نعمل لهم يوم زي ده من وقت للتاني، وده هيتم بمنتهى البساطه. وزي ما قلت لك انت هتعملي عقيقه ابنك او بنتك وهم يفرحوا، وبكده يبقى هم انتفعوا وانت كمان انتفعتي. ده غير كمان انت هتاخدي ثواب افطار صايم. زي ما قلت لك المؤسسه مؤسسه الريان بتقوم بعمل العقائق وكمان النذور والاضاحي، لو انت حابه كمان انت تعملي معاهم اضاحي هم بينفذوا كل ده. وزي ما قلت لك هم بيصوروا فيديو بيوثقوا فيه عمليه النحر وبيبعتوا لك الفيديو علشان تبقي انت متاكده ان عمليه الذبح تمت، وانت كده اتاكدتي ان الحاجه دي اتعملت مخصوص علشانك. لو عايزين اي تفاصيل هكتبها لكم ان شاء الله في اول تعليق، احط لكم ان شاء الله كل الارقام اللي انتم محتاجينها لو حابين تتواصلوا مع مؤسسه الريان. لو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير، واتمنى لك كل خير، وتحياتي ليكي دايما رشا الغفير.